نفسكم تاكلوا شوية قرص مبسوسين كده زي اللي بيتباعوا في الأفران. النهاردة هنعمل القرص بقى السادة والمحشية زي اللي بتتباع في الأفران وأحلى كمان، بمكون واحد بس هيديها هشاشة كده ونعومة، ومقادير إن شاء الله تبقى مظبوطة معاكي كده 100% وتطلع معاكي بالجمال والطعامة دي. القرص السادة هشة كده وناعمة زي ما انتوا شايفين، والتسوية بتاعتها 10/10. وكمان القرص بقى اللي بالعجوة دايبة دوبان، والعجوة فيها ناعمة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. اعملوا لايك وشير كتير للفيديو ده، ويلا بينا ندخل على المقادير وطريقة التحضير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله. اول حاجة كده معايا كوباية من المية الدافية، ضفت عليها 4 معالق كبار من السكر، تمام كده، وهضيف عليها معلقتين كبار من الخميرة، وهضيف نص معلقة كبيرة من البيكنج باودر أو معلقة صغيرة. بقلبهم كويس وبركنهم على جنب، وبعد كده بجيب كيلو من الدقيق، بضيف عليه 4 معالق من السمسم، وده اختياري، حابة تضيفي ضيفيه، مش حابة برضو براحتك. تقدري كمان تضيفي شمر، ينسون، كمون، أي منكهات انت حباها ضيفيها، لكن أنا مش بحب بصراحة. المكون بقى اللي هيديها هشاشة ونعومة في نفس الوقت هو النشا. ضفت عليها معلقتين 2 من النشا ودوبتهم كويس جدا مع الخليط كله زي ما انتم شايفين، وبعد كده ضفت كوباية من الزيت وكوباية من السمنة، تمام كده. هبسهم بقى كويس جدا لحد ما تبقى العجينة معايا بالشكل ده زي ما انتم شايفين، كلها متغلفة بالسمنة والزيت، تمام. بنزل عليهم بقى بالخميرة اللي عملناها، وهتحتاج معايا نص كوباية من المية كمان، زودتها بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وطبعا ينفع تبسيها على ايديكي، احنا مش بنعجنها، احنا يا دوب بنلمها لحد ما تبقى العجينه زي ما انتم شايفين ما فيهاش عرق ولا اي حاجه. سبتها بقى تخمر حوالي نص ساعه كده يتضاعف حجمها، وبعد كده بدات اشتغل فيها. خدت بقى جزء من العجينه وركنت الباقي، وبدات اكورها بالشكل ده، والعجينه عشان طريه واتخدمت كويس، بصوا بتتفرد معايا بمنتهى السهوله. دي كده القرصة السادة، حطيتها في الصاج مش مدهون ولا أي حاجة لأن هي فيها نسبة دهون كفاية. وهنعمل اللي بالعجوة، باخد برضو كورة بالشكل ده من العجين، وابتدي اظبطها كده على ايدي، واخدها على الرخامة، وابتدي بقى اظبط الحروف بالشكل ده، واسيب في النص عادي شوية، وبعد كده اقفل عليها واحط العجوة الاول، وبعد كده بقفل عليها واكورها بالشكل ده. طبعا العجوة عجنتها على البارد بمعلقة من السمنة، وبدأت اعملها كور وابططها بالشكل ده زي ما انتم شايفين. برضو هحطها على صينية وبس كده لحد ما اخلص الكميه كلها بالشكل ده. بصوا الكميه قد ايه، شايفين عامله لي قد ايه من كيلو دقيق، بس قد ايه قرص. بس كده هاجي بقى اسيبهم يخمروا حوالي 10 دقايق، وقبل ما ادخلهم الفرن بالشوكه كده هخرم بقى القرصه كلها اللي هي الساده. مش عايزينها تنفخ، احنا مش عايزينها طريه، احنا عايزينها القرص الهشه الناعمه. واللي بالعجوة عملت لها كده بالشوكة 2 بس كده، عشان برضو ما تكبرش مني في الفرن، وفي نفس الوقت اميزها عن السادة. وبدخلها الفرن على درجة حرارة 180 عشان تبقى ناعمة معاكي. وكمان احنا مش عايزينها طرية، احنا عايزينها زي قرص الافران الهشة الناشفة زي ما انتوا شايفين. ده شكلها بجد تحفة جدا، ولا ريحتها قلب الدنيا. احلى حاجة بقى جنب كوباية شاي بلبن الصبح او بالليل كده في العشاء، بجد خطيرة جدا وناعمة ودايبة ذوبان. امشوا على المقادير هتبقى مظبوطة معاكم بألف هنا وشفا. وبس كده.